سامسونج السنة دي عملت حاجة غريبة جدا. سامسونج قللت خامات الألترا، بس هما حسنوا حاجات كتيرة مهمة قوي. وده كده جالاكسي أنباكت 2026. ويلا بينا نبدأ ملخص المؤتمر. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا عارف ان انا تقريبا بقالي اكتر من سنتين ما حملتش اي فيديو او عملت ابلود لاي فيديو. يمكن اخر فيديو نزلته على اليوتيوب كان 2023، كان مؤتمر ابل 2023. عارف ان انا غبت كتير قوي عنكم، ولكن خلينا انا ان شاء الله واحدة واحدة نرجع تاني. ان شاء الله انزل لكم فيديوهات اكتر واكتر. النهاردة احنا هنلخص مؤتمر جالاكسي أنباكت 2026. هما أعلنوا بالظبط عن 3 تليفونات، اللي هو الاس 26 والاس 26 بلس والألترا. برضو هما أعلنوا عن سماعتين جداد، وهو الجالاكسي بادز العادية والبرو. فخلينا نبدأ في الفيديو. بس قبل ما أبدأ خلينا أقول حاجة هنرجع نقولها تاني على قرب تقريبا اخر الفيديو لما نيجي نتكلم عن الاي اي. سامسونج لها اتجاه مختلف بدأت انها تستخدمه يمكن في اخر سنتين 3، وانهم بيركزوا قوي على اليوزر اكسبيرينس. وكان من سنتين تقريبا بدأوا انهم يعملوا انتجريشن للجالاكسي اي اي بتاع سامسونج. هم بدأوا ينتجريت، ومع كل سنة الاي اي دوت او الجالاكسي اي اي بينتجريت اكتر واكتر. فهم تقريبا شبه انهم بيحولوا التليفون بتاعك ل AI agent محطوط في جيبك، بيفهم طلباتك، بيفهم انت عاوز ايه من غير ما انت حتى تقول له انا عاوز اعمل كذا. هو هيفهمك، وانت كل ما انت بتستخدم التليفون هو بيبدأ انه يفهم دماغك، بيفهم طريقة تفكيرك، وبالتالي بيبدأ ان هو يأدابت، ويبدأ ان هو يعمل لك الحاجات اللي انت عاوزها عشان بس هو فهم طريقة تفكيرك. خلينا نبدأ على اول حاجة، وهو البروسيسورز والمعالجات اللي نازلة بيهم الثلاث تليفونات. عندك السامسونج الاس 26 والاس 26 بلس في مصر والوطن العربي هينزلوا بمعالج الاكزينوس 2600. ده معالج جديد كلية من سامسونج، مبني على معمارية 2 نانومتر، وده يمكن أقل معمارية شفناها في معالجات سامسونج. ده باختصار شديد معناه إيه؟ معناه أنت هتاخد efficiency أحسن، تاخد performance أحسن، وهتاخد انبعاث حراري أقل. معناه إن أنت المفروض تشوف حرارات أقل. وعندك طبعا في أمريكا التليفونين دول هينزلوا بسناب دراجون 8 جيم 5 فور جالاكسي. وعندك الألترا هو بينزل بمعالج واحد، وهو السناب دراجون 8 جيم 5 فور جالاكسي. السؤال بقى المهم اللي هنا، هل احنا فعلا هنشوف منافسة في الأداء ما بين الإكزينوس وما بين السناب دراجون؟ خصوصا على حسب كلام سامسونج إن البروسيسور دوت المفروض إن هو هيقف ويسد نك تو نك قدام السامسونج السناب دراجون 8 جيم 5. فهل انت شايف ان سامسونج لسه قدامها شوية عقبال مع معالجاتهم تبقى فعلا معالج منافس للسناب دراجون، ولا بالمعالج دوت هتقدر انها تغير مفهوم الموضوع دوت عند الناس؟ خصوصا وانا واحد منهم، انا عندي مشكلة مع معالجات اكزينوس ان دايما اداء البطارية بتاعهم بيبقى سيء، استهلاكهم للطاقة بيكون عالي جدا، وطبعا استهلاك طاقة عالي معناه انبعاث حراري عالي. وفعلا تليفوناتهم كانت حرارتها بتكون اعلى من تليفونات نفس التليفون بس بنسخة السناب دراجون. فخلينا نشوف الموضوع ده راح على فين، واكتبوا لي برضو رأيكم في الكومنتس تحت انتوا شايفين ايه. وخلينا نتكلم عن تاني حاجة، وهو التصميم والخامات والألوان. انت عندك في الألترا للأسف تخلوا عن التيتانيوم، هو داون جريد بس هو ابجريد في نفس الوقت. هم رجعوا تاني للارمور ألومنيوم. طيب ليه بقول داون جريد وابجريد؟ داون جريد لان التيتانيوم بيستحمل خدوش اكتر، وهو كمان معدن اقوى بكتير من الالومنيوم، فهو معدن قوي. فانهم يرجعوا تاني للالومنيوم، فده يعتبر داون جريد في الحته دي، في حته الصلابه. ولكن هو ابجريد في حته ايه؟ تشتيت الحراره. الالومنيوم معروف ان هو بيشتت الحراره احسن وبيخرج الحراره احسن عن التيتانيوم بيحتفظ شويه بالحراره. ده غير كمان ان هم حسنوا موضوع الفيبر تشامبر، فبالتالي انت كده مفروض ان انت تاخد اداء تبريد احسن، والتليفون ياخد وقت اطول على ما يسخن او حرارته انها ترتفع. طبعا الاس 26 العادي والبلس نازل بنفس الفريم اللي هو الارمور ألومنيوم. عندك الالوان 4 الوان. عندك اللون طبعا الاسود واللون الابيض، ولو لاحظت ان اللون الاسود الفريم بتاعه لونه اسود، وده برضو السبب من اسباب انهم يرجعوا للارمور ألومنيوم، ان
تلوين الألومنيوم أسهل وأرخص من التيتانيوم. التيتانيوم صعب إن أنت تلونه، وحتى لو لونته فما بيبقاش واخد اللون الغامق، تحس إن اللون بتاعه لون بهتان. على عكس الألومنيوم لو بصيتوا على اللون الأسود مثلا هتلاقوا اللون الأسود تقريبا واخد نفس لون الضغط. صعب إن أنت توصل لدرجة اللون ديت في التيتانيوم. أنت عندك زي ما قلت 4 ألوان، أسود وأبيض، أدي لونين. وعندك اللون الهيرو وهو أزرق بنفسجي كده، صراحة شكله شيك جدا، بس محتاج ان انا اشوفه على الحقيقة. انا من الصور شكله حلو. وعندك اللون التاني وهو زي لون لبني خفيف، لبني فاتح، برضو شكله حلو. ال4 ألوان هادية، إليجنت، شيك، وفي نفس الوقت مش بتزعق زي تليفون احنا عارفين. طبعا مش هقول اسمه. خلينا نخش بقى على تالت حاجة وهو الكاميرات. وعندك هنا تطور بسيط في الكاميرات. هما ماشيين بثيم إضاءة أكتر، أداء أحسن، وكلامهم صح. كل ما يبقى الإضاءة داخلة للسنسور أكتر معناها ديتيلز أكتر، ومعناها صور أحسن في الإضاءة المنخفضة وبالليل وكده. فأنت عندك الكاميرا الأساسية هي الكاميرا 200 ميجا بكسل، ولكن فتحة العدسة بقت أوسع. في الجيل اللي فات كان f1.7، في الجيل ده بقى f1.4. معناه إيه؟ إن الفتحة بقت أوسع حبة حلوين. معناه إن أنت المفروض تشوف أداء أحسن بالليل وأداء أحسن في الإضاءة المنخفضة. كمان أنت عندك الكاميرا التانية وهي 50 ميجا بكسل الترا وايد، ودي مفيهاش أي تغير عن الجيل اللي فات. وعندك الكاميرا الثالثة وهي 50 ميجا بكسل برضو، ولكن 5x اوبتيكال زوم حقيقي 5x، ودوت برضو فيها تغير. الفتحة بتاعتها بقت أوسع من f تقريبا 3.1 ل f 2.8 تقريبا، حاجة زي كده. فبرضو معناه انت تاخد مفروض صور أحسن في الإضاءة المنخفضة وصور أحسن بالليل. الكاميرا الرابعة وهي كاميرا 10 ميجا بكسل 3x اوبتيكال زوم. فدي السيت اب بتاع الكاميرات. التغير طفيف ولكن مهم جدا. فتحة عدسة اعلى معناها صور احسن وديتيلز اكتر. وغير كمان طبعا معالج الجديد، غير كمان تحسينات الاي اي وتحسينات المعالجة. فطبعا الدنيا في ناحية الكاميرات بقت احسن، واكيد هتشوف تطور عن الجيل اللي فات. خلينا نخش بقى على رابع حاجة، ودي الميزة الاكبر في التليفونات الجديدة من سامسونج، وهو البرايفسي ديسبلاي. وده باختصار شديد، عارفين السكرين اللي انتوا بتجيبوها بتاعت البرايفت ديت اللي هي تحطوها عشان لو حد شاف، لو واحد قاعد جنبك وبص على التليفون ما يشوفش حاجة، انت دلوقتي مش هتحتاج السكرينات دي خالص، لان سامسونج عملتها في الشاشات بتاعتها. دلوقتي شاشاتهم بقت فيها الميزة دي، برايفسي ديسبلاي. تقدر ان انت تشغلها طول الوقت، تقدر ان انت تشغلها انها تشتغل مع برنامج معين. خلينا ناخد مثال. دلوقتي انت عندك برنامج الجاليري، برنامج الصور، فانت خليت ان كل ما تفتح برنامج الجاليري البرايفسي ديسبلاي تتفعل، تخرج من البرنامج البرايفسي ديسبلاي تقفل. فانت ممكن تخليها شغاله طول الوقت، ان انت تفعلها من السيتنجز وتفضل شغاله طول الوقت. تقدر ان انت تخليها شغاله على برنامج معين، تقدر كمان تخليها شغاله في جزء معين من الشاشه، مش على الشاشه كامله. يعني ممكن تخليها ان انت لما يجيلك نوتيفيكيشن تخليها على النوتيفيكيشن بس. طبعا الميزه دي زي ما هي ميزه، فهي لها عيب صغير قوي قوي قوي، وهو انه بيقلل شويه من البرايتنس بتاعه الشاشه، بس بيقلل حاجات طفيفه. طبعا لازم تتشاف وتتجرب اكتر الميزه دي هتشتغل عامله ازاي، ولكن انا مبسوط جدا من الميزه ديت. وكمان تقدر ان انت تتحكم في الانتنستي بتاعه السواد بتاعه الشاشه، تقدر تخففها، تقدر تزودها زي ما انت عاوز. فانا شايف انها ميزه خطيره جدا وميزه حلوه جدا. ودي على فكره اول تليفون ينزل بالميزه دي، تليفونات سامسونج مش موجوده في اي تليفون تاني. خلينا نخش على خامس حاجه وهو البطاريات وسرعه الشحن. للاسف مفيش تطور في البطاريات. انا مش فاهم ليه سامسونج ده من ايام النوت 7، من ايام المشكله اللي حصلت وهم عندهم تخوف جدا في سرعه الشحن والبطاريات. معرفش ليه مفيش تطور في البطاريات. الالترا للاسف بينزل بالبطاريه 5000 ملي امبير، ده من ايام الاس 21 الترا بنفس البطاريه. وعندك الاس 26 بلس بينزل ب 4600 ملي امبير. الاس 26 العادي خد تطور بسيط من 4000 ل 4300 ملي امبير، البطاريه كبرت حاجات بسيطه. لكن الالترا خد حظ انه سرعه الشحن عنده زادت، بقت 60 واط بدل 45 واط. اي نعم مش اسرع حاجه، في منافسين بيقدموا سرعات اسرع وجنونيه اكتر من كده، ولكن ستيل 60 واط يعتبر كويس جدا. يعني انت بتاخد البطاريه بتاخد almost 80% في نص ساعه،
بتاخد البطارية كاملة تقريبا في almost 45 أو 50 دقيقة. فطبعا ده يعتبر تطور أحسن بكتير من ال 45 واط اللي كنت بتاخد تقريبا 60% في نص ساعة. ف 80% أو 75% في نص ساعة رقم حلو جدا. ال S26 بلس نفس حجم نفس سرعة الشحن ال 45 واط، وعندك ال S26 العادي 25 واط. فانت عندك 25 45 60. برضو الوايرلس تشارجنج بقى 25 واط وايرلس تشارجنج للالترا، 20 واط للبلس، و15 واط للنسخة العادية. خلينا نخش بقى على سادس حاجة، وهو مميزات الذكاء الاصطناعي، لان هم عملوا حاجات كتيرة جدا. اول حاجة نتكلم عنها هو الناو نودج. ناو نودج ده باختصار شديد ان هو بيلخص لك النوتيفيكيشنز والحاجات اللي حصلت في اخر اليوم. ده غير كمان ان هو بيساعدك في حاجة، ان انت مثلا لو انت بتشات مع حد زميلك وانت مثلا جاي مثلا سيرة ان انت عندك تذكرة طيران على سبيل المثال يعني، فانت مصور التذكرة دي على الجاليري. الناو نوتش هو بيبقى متابع معاك التشاتنج، بيفهم انت بتتكلموا على ايه، عرف ان انت عاوز تبعت الصورة، فهو بيجيبها لك اوتوماتيك ويجيبها لك على الكيبورد، يدوب بتضغط عليها يروح باعتها لك. فدي ميزة حلوة جدا، انه يلخص لك النوتيفيكيشنز، لو في حاجة بيجيبها لك اوتوماتيك يبعتها لك. كمان انت عندك ميزة تانية ودي جاية في الجاليري اب، لها علاقة بالصور. دلوقتي انت لابس مثلا تي شيرت لونه اسود، عاوز تحوله لتي شيرت لونه احمر مثلا، هتكتب ان انت عاوز تخلي التي شيرت احمر، اوتوماتيكلي بيروح محولها لك لاحمر، للتيشيرت احمر. او عاوز تحوله لتيشيرت اصفر، جراي، اي ما يكن اللون اللي انت عاوزه. مش بس بيقتصر على تغيير التيشيرتات، ده كمان ممكن تعمل حاجات ميجرز، ان انت تغير اصلا الخلفية كلها. عاوز مثلا يبقى الخلفية ان انت بتصور ورا الاهرامات مثلا، او ورا برج خليفة، بيحط صورتك ووراها الاهرامات او برج خليفة. ممكن كمان تقوله انا عاوز ابقى ماسك مثلا تفاحة، او ماسك تليفون، او ماسك اناناسة مثلا، بيروح مخليها لك انت تمسك الحاجة اللي انت طلبتها. فهو بدأ انهم يعني هما بيتوغلوا اكتر وبيحسنوا اكتر الجالاكسي اي اي، وان الجالاكسي اي اي يكون منتشر اكتر. وده لو انتوا فاكرين في اول فيديو انا قلت ايه، انهم بيحاولوا يغيروا التليفون لحاجة AI agent جوه جيبك. فدي طبعا كلها مميزات حلوة. طبعا انت عندك Ask AI اللي موجودة في سامسونج انترنت، اللي هو مثلا انت تقدر انت تسأله على الحاجة اللي موجودة على الديسبلاي، فهو يلخصها لك، او اي ما كنت بتسأله على ايه او انت مش فاهم فيفهمك كده يعني. فهو وفي كمان حاجة كمان وهو الكول تكست، او بالمختصر المفيد يعني، انت دلوقتي جات لك مكالمة، فبدل ما انت ترد عليه الجالاكسي اي اي هو بيرد عليه ويخلص معاه المكالمة تمام بالتشاتنج وكده، وفي الاخر يقول لك الملخص. طبعا انت في النص تقدر لو انت عاوز حابب انت تتدخل وترد ممكن ترد، بس هو يروح ملخص لك ويقول لك الشخص الفلاني ده اتصل بيك كان عاوز منك 1 2 3. عشان كده انا قلت ايه، ان هو بيحول لك التليفون لايجنت اي اي جوه جيبك. فدي كانت كل حاجة وعن التليفونات الجديدة. الاسعار انت عندك النسخة العادية بتنزل $900، ونسخة البلس $1100، ونسخة الالترا $1300. ولغوا نسخة 128 جيجا في الاس 26 والبلس، وانت عندك دلوقتي بدايتك من 256 جيجا. وفي نسخة سبيسيفيك هتنزل في الشرق الاوسط لو انا مش غلطان، 16 جيجا رام مع 1 تيرا بايت ذاكرة داخلية. طبعا دي اكسكلوسيف بس لنسخ الالترا. خلينا نتكلم سريعا جدا عن السماعات. انت عندك النسخة العادية والبرو، حسنوا شوية حاجات في النويز كانسليشن، حسنوا الصوت، الميكروفون بقى احسن، لو انت في الدوشة الطرف التاني هيسمعك بشكل احسن. لو انت لابس السماعة مش على مقاسك قوي، بفضل الجالاكسي اي اي الذكاء الاصطناعي بتاع سامسونج، فانت دلوقتي هيبقى النويز كانسليشن هيبقى احسن بفضل الاي اي وبتحسين من الاي اي. فشويه تطورات لطيفه. التصميم انت عندك جزء من المعدن، الكيسه بقت شفافه من فوق، الغطا بتاعه شفاف، فشويه تحسينات لطيفه جدا. للاسف انا معيش الاسعار، لو عرفت الاسعار هكتبها لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو تحت. ده كان ملخص جالاكسي انباكت 2026. اتمنى ان يكون عجبك الفيديو. ما تنساش ان انت تعملي سبسكرايب للقناه وتفعل زرار الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك. اكتب لي برضه تحت في الكومنت ايه رأيك وايه اكتر حاجة عجبتك في تليفوناتهم الجديدة. متنساش طبعا انت تتابعني على السوشيال ميديا انستجرام والتيك توك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.